ما تنسوش تجيبوا الكوفي بتاعتكم او المشروب بتاعكم عشان نبدأ نخطط للسنة الجديدة مع بعض. اهلا بيكم في اول فيديو من سنة 2023. في الفيديو بتاع النهاردة بقى هتكلم معاكم عن 3 حاجات مهمين قوي قوي قوي. الخطوات اللي انا مشيت عليها في التخطيط بتاعي للسنة. انا كلمتكم في الفيديو اللي فات عن خطوات نبدأ بيها تخطيطنا للسنة وللعام الجديد، بس النهاردة هكلمكم عن الخطوات الفعلية اللي لما جيت قعدت كده لقيت ان انا مشيت عليها وعملتها عشان تساعدني ان انا فعلا اخطط للعام بتاعي بشكل كويس وابدا اكتب في البلانر بتاعتي. تاني حاجة هشاركها معاكم وهي الادوات اللي انا هستخدمها في تخطيط سنة 2023. هنعرف بقى انا هستخدم ايه وايه هي البلانر بتاعتي وهخطط ازاي. وتالت حاجة بقى هتكلم معاكم فيها وهي اني هشارككم جزء من تخطيطي او الخطة بتاعتي لسنة 2023. ولو انتوا كمان لسه ما خططتوش مش ضروري تكونوا خططتوا اول يوم في السنة، ومش لازم عشان ما خططوش اول يوم في السنة فتأجلوا التخطيط بتاعكم. انا عارفة ان في كتير منكم بيمتحن الايام دي، وثانكس جاد انا خريجة مش بمتحن الايام دي، ما علينا. وعارفة برضو ان في ناس كتير بتشتغل الايام دي والشغل ضغط عليهم قوي الفترة دي، فاكيد في كتير مننا ما قدرش ان هو يخطط في اول يوم في السنة. فاتس اوكي يا جماعة، مش مشكلة، دلوقتي هنبدأ نخطط مع بعض. المهم ان احنا نبدأ لانها حاجة فعلا هتفرق معانا. فيلا بقى لو انتم مخططوش هاتوا البلانر بتاعتكم او هاتوا النوت اللي انتوا هتخططوا فيها للسنة دي ويلا بينا نخطط سوا. لما جيت اخطط السنة دي حسيت ان انا محتاجة ان انا اكون رايقة. رايقة بمعنى ايه؟ اني افرغ كل حاجة موجودة في دماغي. في دماغي فيها حاجات كتير قوي عايزة اعملها، حاجات كتير قوي عايزة اشتغل عليها، دماغي مشتتة في افكار كتير انا محتاجاها. فالتخطيط بتاعي كان هيبقى مشتت وهيبقى ملخبط قوي لما كنتش عملت الخطوة اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. الخطوة دي انا هوريها لكم بس مش عارفة هوريها لكم ازاي، بس خليني اوريكم. وهي اني كتبت عام 2023 وكتبت تحتيه سؤال مهم قوي قوي قوي، وهو اللي خلاني اكتب الصفحتين دول. ايه هو السؤال بقى؟ انا عايزة اعمل ايه في السنة دي؟ لما سألت نفسي السؤال ده وحطيت علامة استفهام كبيرة لقيت فيه حاجات كتير قوي جوايا انا محتاجة اعملها. لقيت نفسي برص حاجات كتير قوي 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 عشان انا عايزة اعملها في السنة دي. ومن خلال بقى السؤال ده قدرت ان انا افرغ كل حاجة في دماغي، افرغ كل حاجة انا كنت عايزاها. ومن خلال كده بقى الخطوة دي فعلا فادتني جدا في اني بدأت اطلع منها الاهداف بتاعتي وبدأت اقسمها. يعني مثلا لو انا عندي هدف ان انا اتعلم حاجة معينة او اخد كورس معين ليه علاقة بالكارير بتاعي، فاخدت الحاجة دي وحطيتها في الجانب بتاع الكارير. لما مثلا انا عندي هدف ان او انا عايزة مثلا اتعلم حاجة ترفيهية مثلا او حاجة ليها علاقة بالشخصية، فرحت واخدة الهدف ده وحطاه في الجانب الشخصي بتاعي. فكده من خلال دي قدرت ان انا اقسم اهدافي كويس، قدرت ان انا اقف على الاهداف الكبيرة بتاعتي واحدد الخطوات بتاعتها اللي انا عايزة امشي عليها. وخليني هنا اقف عند الحتة دي واقول لكم ان مهم قوي 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 انك تحدد الهدف وتحط تحتيه الخطوات اللي انت هتمشي عليها. لانك لو حددت الهدف بس وانت مش عارف هتعمل ايه عشان تنجزه فطبيعي عمرك ما هتنجزه. لازم تكون محدد لنفسك خطوات هتمشي عليها عشان تقدر انك تنجز الهدف اللي انت حاطه لنفسك. ومن الصفحة دي بقى وصلت لصفحة تانية مهمة قوي 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 قوي، خليني اوريها لكم برضو. هي الصفحة دي، الصفحة دي اللي قسمت فيها كل الجوانب اللي انا حابة اشتغل عليها، وقسمت كل جانب انا حابة اشتغل على ايه فيه. زي مثلا اول جانب وهو الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي انا عندي فيه العلاقات بتاعتي، علاقاتي بالاسرة بتاعتي، علاقاتي باصحابي ومعارفي واي علاقة موجودة في حياتي، وكمان الناس اللي انا بتابعهم على السوشيال ميديا، لانه دول برضو يعتبروا من المجتمع بتاعي ومن المحيط بتاعي اللي انا بتأثر بيهم كذلك. وكل دي حاجات انا حابة ان انا اشتغل عليها في الجانب ده، فعشان كده حطيت كل جانب تحتيه الحاجات اللي انا حابة اشتغل عليها فيه. برضو الجانب الشخصي، الجانب الشخصي انا بالنسبة لي السنة دي اختصرته في كلمة صحة. صحة جسدية وصحة نفسية وصحة عقلية. الصحة الجسدية بتاعتي انا صحتي محتاجة اعمل فيها ايه عشان تكون سليمة، عشان اقدر احقق التوازن ما بين التلاتة، عشان اقدر اقول ان الجانب الشخصي بتاعي جانب سوي، بمعنى انه انا محققة فيه توازن ما بين صحتي وما بين نفسيتي وما بين عقلي. الصحة النفسية بتاعتي ايه بقى؟ ايه الحاجات اللي بتضايقني، ايه الحاجات اللي بتفرحني، اكون عارفة كل الحاجات دي، ايه المواقف اللي انا مريت بيها محتاجة ان انا اراجع نفسي فيها، محتاجة ان انا اشتغل على نفسي في حتة كده. اكيد في حاجات بتبقى واضحة بينا وبين نفسنا مبتبقاش حد تاني غيرنا شايفها، فدي هي اللي بتتحط في الجانب النفسي.
الجانب المعنوي الخاص بيا انا وانجي وبس. وبرضو صحة العقل، لازم عشان اقدر ان انا احقق حاجة او اعمل حاجة لازم يكون عندي تفكير عقلي سليم، لازم يكون عندي تفكير ايجابي او تفكير مرن. فبرضو التفكير بتاعي او العقل بتاعي ازاي اطوره وازاي انميه، سواء مثلا بقراءة، بتمارين معينة اشتغل عليها. فكل ده بيصب في الجانب الشخصي بتاعي وفي شخصيتي، وكمان ليه علاقة بالصحة. لازم احقق التوازن ما بين الثلاث حاجات دول، وبرده كل حاجة منهم حطيت تحتها هدف مهم قوي قوي ان انا اشتغل عليه فيها. والجانب الثالث بالنسبة لي وهو جانب السوشيال ميديا. قسمت السوشيال ميديا لليوتيوب وللتيك توك والانستجرام والفيسبوك، وكل حاجة انا عايزة اعمل فيها ايه. يعني حددت مثلا إيه، لو انا مثلا عايزة اعمل افكار معينة، لو انا مثلا عايزة اعمل متتبع عشان اقدر احقق، عشان اقدر اراجع تطوري مثلا فيهم عامل ازاي. فحطيت السوشيال ميديا كلها قدامي وحطيت الحاجات اللي هتساعدني ان انا اطور نفسي فيهم. والجانب الرابع وهو جانب الكارير. الكارير انا عندي فيه 3 حاجات، اولهم الشغل، وتانيهم الدراسة، وتالتهم الكورسات والتدريبات اللي انا عايزة اخدها اللي هتساعدني ان انا اطور الكارير بتاعي. شغلي انا عايزة اعمل فيه ايه او اطوره ازاي اطور في شغلي. لو في دراسة معينة انا حابة ان انا اعملها، ابدا ان انا اسعى فيها وابدا ان انا اذاكر لها. لو مثلا في كورسات معينة عايزة اخدها، فابدا ان انا اخطط كده على الكورسات دي، ايه هي الكورسات دي، مثلا هاخدها اونلاين ولا اوفلاين، لو مثلا موجود منها فور فري على الانترنت ولا لا هضطر ان انا اروح مكان معين واحجزها فيه. اشوف بقى ايه الكورسات اللي انا عايزه اخدها، واي حاجه ليها علاقه بالكارير بتاعي واللي هتطورني في الكارير بتاعي هحطها في الحته دي. واخر جانب هو الجانب الروحاني. الجانب الروحاني انا قسمته على حاجتين، وهي العبادات والقران. مثلا العبادات اللي هتساعدني ان انا اقرب من ربنا اكتر، العبادات اللي انا اقدر اعملها بشكل يومي هتساعدني ان انا اكون قريبة من ربنا اكتر، ان انا اكون بعمل حاجات بسعى بيها ان انا اكون احسن واطور نفسي من ناحية الروحانيات او الجانب ده. والقرآن، لو انا مثلا عندي هدف ان انا اختم القرآن مثلا مرتين مثلا في السنة او 3 مرات، فابدأ انظم الورد اليومي بتاعي هيبقى قد ايه في اليوم. مثلا لو انا عندي هدف ان انا احفظ سور معينة، اتدبر سور معينة، اتعلم التجويد وازاي ان انا اقرأ القرآن. دي كلها حاجات ليها علاقة بالجانب الروحاني. او مثلا لو انا حابة ان انا مثلا اسمع عن السيرة النبوية، اعمل حاجات مختلفة ليها علاقة بالجانب ده، تبدأي انك تحطيها تحتيه. وخليني بقى اركز معاكم على حاجة مهمة قوي 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 في الجانب الشخصي، وهي العادات. مهم قوي قوي انك تحدد لنفسك عادات عايز تكتسبها خلال السنة، وعادات عايز تتخلص منها عشان تبدأ انك تشتغل عليهم من اول السنة. لان فعلا العادات هي اللي هتغير اللايف ستايل بتاعك كله. ونبدأ برضو نحدد لنفسنا كده الكتب اللي احنا عايزين نقرأها والبودكاستس اللي احنا عايزين نسمعها، لان دي كلها برضو حاجات ليها علاقة بالصحة العقلية، هتنمي تفكيرنا بشكل كبير جدا. نيجي بقى لتاني جزء في الفيديو ده، وهو ادواتي اللي انا هستخدمها لتخطيط سنة 2023. التخطيط بتاعي السنة دي هستخدم فيه 3 حاجات تقريبا. اول حاجة فيهم وهي البلانر بتاعة السنة. زي ما انتوا عارفين انا السنة اللي فاتت عملت بولت جورنال، وكنت بخطط معاكم فيها وبرسم فيها وبعمل فيها كل حاجة اول كل شهر واول كل اسبوع. فانا السنة دي بما اني بقيت في ظروف مختلفة وعندي حاجات كتير واخدة من وقتي، زي مثلا الشغل بقيتش فاضية زي الاول، فلقيت ان انا اخر فترة في السنة مع الظروف الجديدة دي ما بقيتش قادرة ان انا اخطط ولا اني اقعد كده وارسم واعمل. فقررت ان انا هشتري بلانر جديدة عشان اسهل على نفسي التخطيط، وهي دي البلانر بتاعتي. تفاصيلها بصراحة عجباني جدا جدا، ومبسوطة قوي قوي ان انا اتأخرت في اختياري للبلانر او الاجندة اللي انا هستخدمها في السنة عشان الاقي البلانر دي، لانها فعلا زي ما انا كنت عايزاها بالظبط. طيب ايه اللي خلاني اخترت البلانر دي بالذات؟ هقول لكم. لانها اولا فيها كل الجورنالينج بتاع السنة، يعني فيها زي ما انتوا شايفين في اول صفحة كده حاجات عني، الفيلم المفضل، الرياضة المفضلة، اليوتيوبر المفضل، الكوت المفضلة بالنسبة لي، اللون المفضل، وحاجات عني. وكمان هنا في ذكريات من 2022. الحتة دي خلتني قعدت رجعت كده السنة واشوف فعلا الذكريات المميزة عشان اكتب منها هنا وافتكرها بعدين. وهنا برضو ممكن نكتب حاجة لنفسنا. وبعدين هنا في التقويم بتاع السنة كلها والشهور كلها، كل شهر انا اكتب قدامه هنا بقى الحاجة اللي عندي فيه، الحاجة المهمة اللي انا عندي فيه. وعايزة اقول لكم ان دي حاجة تانية
غير الاعياد الميلاد، لان اعياد الميلاد برضو ليها صفحة تانية. وهنا الاهداف زي ما انتم شايفين انا كاتبه، بس الحاجه المميزه في البلانر دي انها كاتبالي ازاي احدد الاهداف بتاعتي. كاتبالي فكره السمارت جولز، الهدف بتاعي لازم يكون ايه الصفات اللي موجوده فيه عشان يساعدني ان انا انجزه. فبالتالي لو انا عايزه احدد لنفسي هدف، فلقيت الخطه اللي انا امشي عليها في اختياري للهدف. انا بس هنا عندي هنا 5 اماكن ل5 اهداف المفروض، وكل هدف مكتوب تحتيه الاكشن بلان بتاعته، الخطوات بتاعته اللي انا عايزه اعملها عشان انجز الهدف ده. بس انا غيرتها باني اخترت 5 جوانب هشتغل عليهم، وكل جانب هيبقى عندي فيه هدف كبير، والهدف الكبير ده هقسمه لخطوات صغيره. الخطوات دي اخليها عادات، اخليها مهام، على حسب. بس هو ده اللي انا عملته، اخترت 5 جوانب هشتغل عليهم خلال السنه. وهنا بقى الصفحه بتاعه اعياد الميلاد زي ما انتم شايفين، فيها حاجات كتير قوي مختلفة عن بلانرز تانية. كمان فيها السيفنج بلان والويش ليست والبوكيت ليست وافكار للهدايا. وهنا في متتبع للاكلات الصحية ومتتبع للورك اوت. الحتة دي بجد حلوة لاني محتاجة السنة دي اشتغل على صحتي بشكل كبير قوي. وكمان هنا لو حابين ان احنا نخسر وزن، والاكلات بتاعتنا خلال الاسبوع مثلا، او الاكلات بتاعتنا عايزينها تبقى ايه، افكار لاكلات الفطار والغدا والعشاء والسناكس. وهنا المود تراكر بتاع السنة كلها، وصفحات يعني كده مميزة جدا. كمان بقى الصفحة دي صفحة للبيزنس، لو حد عايز يعمل مشروع معين حاطين في كل مكان سؤال او حاجة معينة تكتب عنها تساعدك انك توصل للبيزنس بتاعك، تحقق البيزنس بتاعك. وهنا بقى انا ضفت الصفحة دي وكتبت فيها بوكس توريد، احط فيها الكتب اللي انا عايزة اقرأها السنة دي، وهقسمها كده بطريقة هبقى اوريها لكم بعدين. الصفحة دي فيها 20 طريقة عشان تكون كرييتيف، وفيها صفحات فاضية لو احنا حابين نعمل حاجة. نيجي بقى للجزء المميز في البلانر دي، وهي انها فيها تخطيط شهري زي ما انا بعمل كل شهر، ومن التخطيط الشهري لتخطيط اسبوعي، وكل يوم ليه مساحة كده حلوة. يعني نقدر بقى ان احنا نكتب فيها تو دو ليست، نقدر نكتب فيها ملخص لليوم بتاعنا. دي حاجة بصراحة عجبتني قوي. وفيها صفحات كده اللي هو يعني بجد انا ما شفتهاش في اي بلانر تانية. وكمان عايزة اوريكم ان فيها تقييم. بصوا يا جماعة، ده تخطيط رمضان. وكمان فيها تقييم كل 3 شهور اللي هو التقييم ربع سنوي، وكمان كل 6 شهور. وفيها برضو مراجعة لآخر السنة، ونتيجة للسنة الجديدة، دي نتيجة السنة الجديدة، ودي مراجعة السنة. وعجبني ان فيها صفحات فعلا مميزة. يعني انا عايزة اوريكم صفحة شفتها هنا، العادات ال7 الناس الاكثر فعاليا، وازاي تكون احسن نسخة من نفسك. فعلا يعني فيها صفحات كده نقدر ان احنا نمشي عليها. وصفحة هنا لو انا عايزة اكتب رسالة لنفسي. وشفت فيها برضو سوات اناليسز، نقاط القوة والضعف. يعني فيها صفحات تقدر تخلينا ان احنا نعرف عن نفسنا كمان اكتر، وتساعدنا بشكل اكبر. عشان كده اخترت البلانر دي. فيها تخطيط سنوي وتخطيط شهري وتخطيط اسبوعي زي ما انا متعودة ان انا بعمل. ما حبيتش ان انا اغير عشان انا حابة التخطيط بتاعي يكون ماشي بالطريقة دي. هسيب لكم بقى لينك البيج اللي انا جبت منها البلانر بتاعتي في الديسكريبشن بوكس تحت. كمان جبت من البيج دي حاجة بس غالبا انا مش هستخدمها، هديها لمامتي عشان ممكن هي تفيدها اكتر. وهي المونثلي مونيتور ده كده كل شهر هنا مكتوب بس حاجات كده عن السنة، زي مثلا اهداف السنة، عايزة اسافر فين، عايزة اجرب ايه، عايزة اتفرج على ايه، الكتب اللي عايزة اقراها، مواعيد بقى واعياد الميلاد الموجودة في كل شهر عندي. وهنا للحاجات اللي انا عايزة اشتريها خلال السنة. وكل شهر كده ليه صفحة زي كده، صفحة فيها النوتس بتاعت الشهر، فيها الامبورتنت ان ذا مانث، الحاجات المهمة بالنسبة لي في الشهر ده. وكل يوم كده في كام سطر صغيرين نقدر برضو ان احنا نكتب فيهم مهام مهمة لو عندنا مهام معينة في اليوم ده. بس ده بصراحة انا بما اني عندي مخطط كده هنا برضو تخطيط شهري، فده هديه مامتي هي تستفيد بيه. تاني حاجة بقى هستخدمها فعليا وهي التودو ليست. التودو ليست دي جبتها من سمير وعلي، فيها كده سطور كتير وصفحاتها كتير عشان اكتب فيها بقى التودو ليست. يعني مثلا ممكن في البلانر اكتب 3 مهام
وهنا اكمل التو دو ليست بتاعتي كلها. لو انا عايزه اعمل بقى حاجات تانية او مثلا عايزه احط بقى بتفاصيل اكتبها كلها هنا. واخر نوت بقى الكتكوته الصغنطوطه دي، شايفينها كيوت ازاي وبوزيتيف قوي، هكتب فيها بقى هنا كل حاجات اللحظات اللطيفه والحاجات اللي بتخليني مبسوطه هكتبها هنا. وبس هي دي الادوات اللي انا هستخدمها. وخليني اوريكم بقى هكتب في كل دول بايه. جبت اقلام جديده واهمهم القلم الكتكوت ده يا جماعه. بصوا يا جماعه، مش معنى ان احنا كبرنا ان احنا بنستخدمش حاجات كتكوته كده وتافهه كده وكيوت قوي كده. تمام. ده قلم فيه 4 الوان وعجبني قوي اول ما شفته فجبته عشان اكتب فيه بقى في البلانر الجديد. واخر جزء في الفيديو بتاعنا هيبقى هو الخطه بتاعتي والاهداف بتاعتي اللي انا عايزه انجزها. عايزه بقى ان انا اخطط، فهعمل كده مود لنفسي ومود رايق وابدا بقى ان انا اكتب في البلانر بتاعتي. هسيبكم بقى تخططوا معايا، نخطط سوا مع بعض. وانا بكتب اهدافي خليني اشارك معاكم جزء منها. انا بتكلم معاكم هنا بشكل عام، لكن الاهداف بتاعتي واخده صفات السمارت جولز في النوت عندي. اول هدف هو اني اوصل معاكم هنا على يوتيوب ل25,000، والانستجرام نكون 60,000، والتيك توك نكون 100,000، وفيسبوك نكون 5,000 ان شاء الله على نهاية السنة. طبعا الارقام مش مقياس على مدى نجاحي، بس انتوا عارفين ان الارقام بتكون مقياس على اننا بنوصل لناس اكتر، وان شاء الله نحقق كل ده. عندي هدف برضو ان انا احفظ سورة الكهف وسورة يوسف واختم القرآن 3 مرات. وبرضو هدف تاني وهو اني اقرأ 8 كتب. السنة اللي فاتت كنت محددة لنفسي 4 كتب وقرأت 7 كتب. السنة دي ان شاء الله هيكونوا 8، وان شاء الله نقرأ اكتر من كده. عندي هدف ان انا ابني عادات جديدة، زي مثلا صحيان الفجر، وفي عادات كتير برضو بس دي اهم عادة عندي. واني اتخلص برضو من عادات سلبية موجودة في حياتي، زي مسكة الفون اول ما اصحى وقبل ما انام. وبرضو عندي هدف ان انا ابني عادات صحية اكتر تساعدني ان انا احسن من صحتي وكمان التزم بالرياضة. وبرضو عندي هدف ان انا اتعلم حاجة جديدة زي الفوتوشوب او جرافيك ديزاينر او الكروشيه او اي حاجة جديدة، يعني على حسب زي ما قلت الحاجة اللي لكم انا طبعا كل حابة الأهداف دي اتعلمها أنا في الوقت كاتباها ده. بصفات السمارت جولز، مهمة قوي 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 انكم تعرفوها. هسيب لكم الفيديو اللي انا كنت عاملاه عن فكرة السمارت جولز وازاي نحدد اهدافنا في الديسكريبشن بوكس تحت. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى ان يكون كان فيديو لطيف وبسيط، واي نعم طويل شويه، بس ان شاء الله يكون عجبكم ويأثر فيكم وتكونوا استفدتوا منه. اتمنى لكم عملي بالانجازات والسعاده والرضا، وتكونوا خارجين منه وانتوا ممتنين وانتوا مبسوطين وانتوا مرتاحين ومتقبلين كل حاجه حصلت فيه، ويعدي عليكم بالخير ان شاء الله. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحلي ايامكم، اشوفكم دايما تضحكوا. سلام.